بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في فيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين، وحشتوني قوي قوي قوي. ان شاء الله هعمل لكم صينيه فراخ بتتبيله سهله، ان شاء الله ممكن تعمليها في 10 دقايق. يلا بينا مع بعض نقول المكونات. معانا فلفل احمر وبصل وطماطم وليمون والبهارات زعتر وفلفل اسود وثوم بودر وحبهان سليم وملح. وهنفصص الحبهان قبل ما نحطه مع البهارات، ما ينفعش نحطه بالقشر بتاعه. هنقطع الخضار عشان نضربه في الخلاط. حطينا الخضار ومعاه معلقة خل، وهنحط البهارات وهنحط الملح وهنحط معلقة عسل نحل مع التتبيله، بتخليها جميله قوي. بعد ما غسلنا الفراخ بالدقيق والملح والليمون هننشفها كويس قبل ما نحط عليها التتبيله. وهنشرح الفراخ عشان التتبيله تخش جوه اللحم. طبعا احنا غيرنا البلانشه اللي كنا بنقطع عليها الخضار، عشان ما ينفعش نقطع لحمه وخضار على بلانشه واحده. وبعد ما ضربنا الخضار مع التوابل هنحطها على الفراخ، وهنوزع التتبيله على الفراخ كلها، وهنحط عليها معلقتين زيت ونحطها غلوه على البوتاجاز، وبعدين ندخلها في الفرن. خدنا الفراخ غلوة على البوتاجاز من فوق، وهناخدها نحطها في الفرن. هتقعد حوالي ساعة إلا ربع. ادي الفراخ بعد ما خرجت من الفرن قعدت 3/4 ساعة، وهنقدم معاها رز شرقي. هنشوف سوى الفراخ. بسم الله ما شاء الله. جربي الفراخ دي ان شاء الله تتبيلتها تعجبك، مش هتبطلي تعمليها. بصوا مستوية ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم.